ده خايف اقصها. تاكلها ولا تاخدها معاك البيت؟ انا عايز اسمع، تاكلها ولا تاخدها معاك البيت تقعد معاك فوق؟ واجد. الديك عاد بتاعها غالي. يعني انا جبت الجلو من دي 15، يعني البيضة اللي احنا شفناها في الاول ب 35، ودي ب 15 والجلو بتاعها ب 35. جلو عامل زي اللي كان عندنا في الاول. كان في الاول بيخاف، لكن رحت عشان خاطر عنده حيوانات كثيرة، ما بقيش يخاف من الحيوانات، بقى عاوز ياكلهم كلهم. بالنسبة لإنتاج الأنارب، أنا في حاجات عازلها بحيث إن أنا هخليها زي سلالات، والباقي كله هتصرف فيه يعني. عم مهدي، شايفين إزاي؟ المميزات بتاعتها بس إن هي عينها أوسع من البلد شوية، لكن بالنسبة للريش وهذا كده هنا كل اللي موجود في السوق هي يا إما تلاقيه أزرق يا أسود. الحية دي لسه ما نزلتش، يعني شايفين إزاي؟ لسه ناقص له ريشة، شايف؟ الريشة دي أول ما تكمل الريشة دي هيبيض. حبايبنا، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. زي ما شايفين النهارده احنا دخلنا خلاص في شهر 4. ابتدت كل الزرع اللي عندنا والحياة تطلع. يعني شوف هنا النموات بقت ازاي، خلاص شجرة الكمثرى دي ابتدت تتملى ورق. وهنا عندنا النعناع، بص ازاي هنا، تعالى قرب عليا كده، شايف؟ وهنا هنقصهم عشان خاطر لو احنا سيبناهم اكتر من كده هيبقوا ناشفين يعني. فاول ما نقصهم زي كده خلال اسبوع بالظبط هيطلع غيرهم. لو انا سبتهم اكتر من كده هيبتدي الورق بتاعهم الازرق ده هيبتدي يتغير. وهنكمل مع بعض برضو. جبنا فراخ بيضة جديدة، بيضة زينة مش بيضة اللي هي بتاعت الاكل. حاجة كده يعني، ريش ناعم. بس مش عارف هي دي بتاكل ازاي تشرب ازاي، هوريها لكم بعد شوية يعني في نفس الفيديو ده هنشوف. نخلص بس شوية النعناع دول عشان ايه الرقص ده عايزين للسبت. شايف هنا عنقود، ده المفروض العنقود ده هواتي، شايف عنقود واحد قد ايه؟ المفروض ده يتزرع برضه يعني، تنقي الحياة اللي هي الناشفة فيه وتزرع تاني. الحاجات دي كانت عايزة أرض تكون خصبة ودايما مروية. تلاقي النعناع ده حاجة شكل أمشير شغال ولا الهوا شغال، قمت البيبان عمالة تخبط. شايفين النوزو، النوزو كوز سنتيتا برفوم ايوه. المارين، النعناع زي المارين. كملوا معانا الفيديو. الرقص لازم يتلافى مني، بعد كده انت اللي هتزرع متين. تعرف تزرع الزرع ده؟ ها؟ لسه معانا، تعرف تزرع؟ طب دلوقتي هجيب لك بيانتو واقول لك ازرع واشوف هتزرع ازاي. في الاول تجيب الطين ولا تجيب الزرعه؟ برضه مش عارف انت. لا، النعناع ده احسن حاجه فيه ان انت تجبه بيطلع تاني. لا، اللي من هناك ده بيانتو مش نعناع، لا بيانتو متسلك، يعني هو عادي ده يسيبه يطلع كده تاني. وده برضه دول عادي نجيبهم ليه؟ للطيور، بحيث ان هم برضه يطلعوا تاني جداد. بص الزراعة اللي جبناها الاسبوع اللي فات من الليدن كيلو بالكده،
اي نبات تهتم بيه كده في بداية الموسم هتبص تلاقيه كبر معاك، طلع نموات تاني. لو انت سبته هيتحرق اللي فيه. شوف انت هناك اللي ما قسناهاش خالص في اخر واحدة من هناك دي ماتت من كتر لما كبر الزرع اللي فيها ما فيهاش مية كافية ماتت. كملوا معانا الفيديو. تمشي بيانو بيانو كده عشان مين هيصور لنا كده. تعالوا خد دول معاك اهم. شايف زرعنا عنب يعني تاني عنب اهي، شايف ازاي؟ بس دي عنب اسود. جبت اتنين اخر مرة. وفي شجرة رمان هنا، شايف صغير ازاي؟ بس زرعها انا من الطرفيات، يعني حية من الطرف الصغير كده. النهارده هنزرع دياتي في حوض كبير عشان خاطر الحية اللي تحتيها الحوض بتاعها صغير، فلازم نزرعها في حية كبيرة. في عاد هنا حيات تانية طالعة بس الله أعلم إيه هي دي بصراحة. شايف؟ تعال قرب هنا كده علي. معرفش دي سجر ولا إيه ولا. وده برضه ريحته حلوة خالص بس هو مش عارف. لكن كل اللي طالع اللي تحت ده جرجير. وهنا التين كل يوم بتفرق عن اللي قبله، زي ما شفنا في الفيديو اللي فات التين طالع مع الورق أهو. وبرضه العنب هناك مشيتها أنا الناحية التانية عشان خاطر إيه تطلع على التفريع اللي بره. في بصل اخضر هنا اهو. بصل الاخضر النهارده اكلت من الورق بتاعه. وهنا تاني زيه. وهنا زارع انا كم عقلة ثواني كده يا متيو. كم عقلة عنب حطيتهم بس في اكياس عشان خاطر العصارة بتاعتهم ما تمشيش بسرعة. وده الاكل اللي بنجيبه للانارب. يعني الايام دي هم ما بياكلوش علف خالص. ما بياكلوش علف خالص. كل اللي بياكلوه ياكلوه من برسيم من زي كده، او مثلا احنا بنسميه في مصر زي نجيلة هنا او غصبة حاجة زي كده. هو ده بيطلع من مية النطرة زي كده زي ما انت شايفه. اوريكم الفراخ اللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات، او اتكلمنا عليها في بداية الفيديو، اللي هي فراخ بيضة بس بشعر ناعم كده، وحاجة ما شافش قدامها، وحاجة هتاكل وقت. تعالي بس عشان انا مش عايزة تتعور في السلك. عشان نعمل كده السكينة ما يطلعش. شايفين ازاي؟ واحدة واحدة بس، ما تشوفش شعرها ولا فين ولا ريق لها ريش خالص. ريشها ناعم خالص. ولو لاحظنا هتلاقي الايد بتاعتها تختلف عن الايد العادية. نعم واحد. شايف؟ استنى انا مش عايز اي رجل عادية بتلاقي لها 3 صوابع، والكبير دي بص ازاي لها 2 هنا غير ال3 اللي هنا اهو. لكن لما تيجي تاكل ما بتكفش ايه. تعالى نقف هناك عند البتاع كده. شايف ازاي؟ ده خايف اقصها. يا عم خلص استنى. حتى المجسم مش واخد في الشعر بتاعها.
ده مش جاي ده خالص ده معايا ده. appuntiti. Lucy هي المفروض يعني عينها مكانها كده بس ايه، نقص لها شوية بس عشان تقدر تشوف. شايفين الشعر بتاعها ازاي؟ حاجة ضعيفة خالص خالص خالص. دي من نوع، ده نوع من اللي احنا جبناه، احنا جبنا منها اتنين ولسه المفروض هو يجيب لنا ديك منه. شايف ازاي؟ عملت منها صورة. تاكلها ولا تاخدها معاك البيت؟ انا عايز اسمع، تاكلها ولا تاخدها معاك البيت تقعد معاك فوق؟ فوق ها؟ فوق. عرف كلمة فوق بس. طب بتقدر تشيلها؟ طب اتفضل. لا تشيلها كده على ايدك، حط ايدك كده. ما تخافش منها، هي مش بتعض ولا حاجة. هي لسه بوكولين على فكرة، لسه لحد دلوقتي ما بيضتش. ارفعها لفوق. دي لسه ما بيضتش لحد دلوقتي، يعتبر كتكوت يعتبر. دي الفراخ دي غالية على فكرة، مش رخيصة. هنا في إيطاليا الواحدة بس منها الفرخة الواحدة ب 35 يورو. الديك مش عارف عدوا كام لأن الديك ما كانش هو عندي ضيوف. دي في مصر بيسموها فراخ زينة أو حاجة زي كده، هي بتتاكل عادي وبتبيض بيض، بيتاكل البيض عادي. ولكن يعني عشان تفرخ منها عايزة وقت وعايزة مجهود وعايزة حاجات كتيرة وعايزة إن أنت تهتم بيها، عامل زي البيبي كده. تعال نوديها وبعد كده جبنا حاجات تاني برضه هنوريها لك في نفس الفيديو. هو افتح كده يلا. يلا خش بيتك. هنا انا من البرد عشان بس هما بره، فانا هات من هنا كده. عاملهم لهم زي ما انتم شايفين كده بس عشان الهوا. بحس ان هو بيدور على حاجه من كتر الشعر اللي فيه مش شايف. شايفين ازاي؟ هما الاتنين نتي. لو لاحظنا رجليهم الاتنين هتحس ان فيها صوابع كثيرة عن العادي البلدي. ده بالنسبة للفراخ الزينة اللي احنا جبناها جديد. جبنا فراخ تاني اسمها سوسكس هوريها لكم دلوقتي. Hai il gallo. كل زي ما قال الواد قال له تاني جديد. زي ما احنا شايفين كده نفس الفراخ البلدي او البيضة، بس دي اللي يفصلها ان هي لها مميزات تختلف عن اي قال له تاني بشوية الريش السود دول. نعم. شايفين ازاي؟ الديك عاد بتاعها غالي. يعني انا جبت الجلو من دي 15، يعني البيضة اللي احنا شفناها في الاول ب 35 ودي ب 15 والجلو بتاعها ب 35. جلو عامل زي اللي كان عندنا في الاول. في منها نوعيات تانية زي كده بس بيطلع لها ريش في الرجلين، لكن دي من غير ريش ولا اي حاجة. لا تخف يا بني. شايفين ازاي؟ هي لما بتبتدي تبيض بيكون الحجم بتاعها برضه كبير مش صغير. اه كأنه مبول. كان في الأول بيخاف لكن رحت عشان خاطر عنده حيوانات كثيرة ما بقيش يخاف من الحيوانات، بقى عاوز ياكلهم كلهم. دول الفراخ اللي احنا جبناهم، النوعين اللي احنا جبناهم في الاسبوع اللي فات دواتي. طبعا الجلو انا شو وريته لكم في الفيديو اللي فات مع الفراخ، ضربته مع الفراخ اللي بتبيض الثانيه الحمراء. وهنشوف الفيديوهات في اللي جايه برضه وتابعوا معنا لاخر الفيديو ونشوف. بالنسبه لانتاج الانارب انا في حاجات عازلها بحيث ان انا هخليها زي سلالات والباقي كله هتصرف فيه يعني.
زي هنا كده مثلا انا مخلي نتاية او ذكر مع نتايتين. ده ذكر لوحديه انا طالقه بره عشان خاطر ما ينفعش ان انا احط ذكرين في بوكس واحد. لو ذكرين في بوكس واحد بيبوظوا بعض، وبعدين بتحس ان هم دايما خناق وحاجات زي كده، ممكن يقول لك يخصوا بعض. لكن انا ما جربتش الحاجه ديت. هنا حطت نتايتين وذكر، وهنا حطت ذكر، وهنا حطت نتايه، والذكر ده مخليه بره كده بحيث ان هو ملهوش بيت في البوكس بتاع البطاريه يعني. في حاجات تانية هنا عندي انتاج لسه صغيره، كل ده شغال انتاج لسه ما فيش حاجه فيه للذبح ولا حاجات زي كده. كل الاكل بتاعهم بيبقى برسيم. هم البطاريه جايه على اساس كده ان انا افتح من هنا كده واحط البرسيم واقفل تاني على البطاريه، اسهل منها متلاقي. والتانية زيها الميه بتبقى اوتوماتيك من فوق. دي الحاجات اللي انا بخليها اللي تبقى ناشفه من الانارب بحطها للحمام عشان الحمام يجشجش عليها ويبيض. بالنسبه طبعا لانتاج العصافير لسه مفيش حاجه عندنا ابتدت، لكن في 2 عصافير من الكنارة دول ماتوا. وهنا عندنا نوع حمام تاني ها جديد لسه برضو ما طلعش اي حاجه منه، هو شقه بس شويه. ايوه تعالى هنا كده معلش يا ابني، تعالى هنا. انا عايز واحد بس كده، بس هنوريه للناس وخلاص. مع انه هو صغير كان هنا دايما يقف على ايدي، لكن من ساعه ما اتحبس وخلاص كده. شايفين ازاي اللون بتاعه ملوش حل ده بصراحه، وبس عشان مش مولف ان انا امسكه فتحس ان هو بيعصر نفسه عصر. دي النتايه عم مهدي، شايفين ازاي المميزات بتاعتها؟ بس ان هي عينها اوسع من البلد شويه. لكن بالنسبه للريش وهذا كده هنا كل اللي موجود في السوق هي يا اما تلاقيه ازرق يا اسود. الحاجه دي لسه ما نزلتش يعني. شايفين ازاي لسه ناقص له ريشه؟ شايف الريشه دي؟ اول ما تكمل الريشه دي هيبيض. الذكر هتلاقيه غامق شويه، مع ان الاب والام بتاعه واحد ابيض وواحد اسود، بس هو جينات يعني. بحس اني اشتغلت عليها كذا مره انا لحد ما طلعت لي الحاجه دياتي. خلاص ما تعفرتليش. نقول facciamo una film. Facciamo un video dove facciamo vedere non tutti i conigli, Ok. la zona che avete visto prima. وبعدين Dopo facciamo vedere i conigli e basta. ما بين vediamo. ما عندكش اي ضمانة تانية عايز تعملها؟ Ma tutti sti uccelli dove vengono? الباب ده عايزين له اي حاجه بحيث ان هو بيدب جو من البتاع ده. وجبنا الفرخه التانيه بتاعت السو 6 هنطلقهم هما الاثنين هنا في الارضيه بتاعت البوكس هنا، بحيث اني تعال انت من هنا كده. وزي ما احنا شايفين كده طلقنا الفرختين هنا في الارضيه بحيث ان هم ينقوا كل الحياه اللي في الارض، يعني حاجه واقعه من الطيور من عصافير من حاجه كده. الفراخ دي هتقوم بالمشوار دواتي. وابو مشاكل ده طبعا هنحبسه في اي حته عشان مش ينفع يقعد مع الفراخ تحت، لان هم لو ابتدوا يبيضوا انا اجيب لهم الديك بتاعهم واحطه معاهم هنا. وبهذا الموضوع نكون وصلنا معاكم لنهايه الفيديو. لو استفدت من شيء الفيديو ده وعجبك الفيديو او ما عجبكش برضه حط لايك، والى اللقاء في فيديو جديد.